يا ريت البحر خدني معك أحسن لي أتعلم الكوكب للعب أحسن لي يا ريس البحر خدني معك أحسن لي أتعلم الكوكب للعب أحسن لي أتعلم الكوكب للعب أحسن لي من صغر سني وأنا ريس بدالي من صغر سني وأنا ريس بدالي ريس مباني وأجيب الفن من بالي لما لقيت العويل لسانه أطول من الصالح مثل مداني وقلت البر أحسن لي التفاصيل اللي اهتم بيها الدكتور علي في فيلم من طريقة الصيد للمدرسة للأطفال للمية للحيوانات البيئة للأكل للطبيخ، يعني ما سابش تفصيلة إلا وعيشنا فيها. وأنا يعني عشت لحظة يعني في الفيلم ده أنا صياد وبشكره على عينه التشكيلية الرائعة اللي هو مختار الوقت التصوير الوقت الإضاءة يعني كل لحظة فيها لوح وإيقاع سريع جدا. المونتير العظيم كمال أبو العلا إيقاعه في المونتاج رائع، يعني مفيش شوت بس يعني ناقصه حته او زايده حته، الايقاع مظبوط جدا. وهسيبه هو يتكلم عن الفيلم ده وتجربته فيه. استاذ علي مزولي هو خريج فنون تطبيقيه 56 وهو مدير تصوير ومخرج. عمل افلام تسجيليه مهمه جدا زي الصيد العصاري اللي شفناه وحكيم سانت كاترين والريس جابر والطفوله والابداع. واخيرا كمان عمل فيلم شارك في الثوره لان هو ساكن في التحرير قدام المتحف، عمل فيلم الشهيد والميدان وما قدرش يعني ينسى الكاميرا وصور الفيلم ده واخرجه هو جزء من الثوره. بحييه على المشوار الرائع ده، ويعني شرفني ان انا اقدمه، وهو صديق واستاذ ويعني وزميل، وهسيبكم معاه تتكلموا عن الفيلم ده وهو يحكي لنا الاول بس تجربته في الفيلم. هو الفيلم ده على فكره اصر ان هو اللي يمسك الكاميرا مع ان هو المخرج زي ما قلت لكم، ويعني فعلا راصد بشكل احترافي تشكيلي لان هو فنان تشكيلي ايضا. اهلا بيك. يعني
الصيادين بيعيشوا ازاي وكده. يعني كان اهتمام قديم شويه، لان انا اول مره رحت كنت بصور مسلسل، قعدنا حوالي شهر تقريبا في الملاحات، كان في اسكندريه. شفت الطبيعه وشفت البيئه وعشناها كويس قوي، لان قعدنا مده طويله وكان داخل علينا الشتاء، فشفت الطبيعه في عنفوانها، واحنا والشمس طالعه وبعدين الشمس مغيمه وبعدين المطره، ونجري نلبس الجلاليب الممثلين ونشتغل يعني. ف حاجه بقى يعني مهمه جدا كانت، يعني حببتني بقى للتسجيل. يعني احنا كنا بنعمل دراما، كان مسلسل رأس الدماء، وكان في محمود مرسي وصلاح أمين وميمي شكيب والمليجي وسناء جميل، يعني تشكيله كبيره قوي. فاول حاجه شفتها واحنا بنشتغل هناك واقفين في وسط الجيش ده والميه وكده، قالوا مدام ميمي شكيب هتقول تيجي. فجت الحقيقه الست، ايه ده، ايه الجمال ده، حاطه بقى المكياج والمنديل ابو قويه مش عارف ازاي والعقد الكهرمان، لا دي جايه من المريخ، دي مش جايه من البيئه. يعني حسيت فعلا ان في فرق كبير جدا بين الروائي وبين التسجيل. ده اللي حببني في السكه دي. ما كنتش لسه يعني اخرجت ولا حاجه. انما الفكره عاشت جوايا لغايه ما رحت بقى وابتديت اعمل الفيلم ده. رحت لفيت بحيره الجرولوس والمنزله وإدكو والحتت دي كلها، واخترت المنزله. هناك لقينا ان الصيادين عايشين في مراحات صغيره. المراحه دي عباره عن قطعه صغيره من الارض كده بيعيشوا فيها اسرتين، 4 3 7، في يعني قرى كبيره شويه فيها مثلا 30 اسره. المهم الناس بقى تعمل ايه؟ عايزه تعلم ولادها. بنوا المدرسه دي اللي احنا شفناها في الفيلم، وبعتوا لوزاره المعارف، انا بتكلم بطريقه قديمه شويه الناس في السن، فبعتت لهم 2 مدرسين، والناظر هو الصياد برضه، هو عايش في المراحه دي وبينزل يصطاد زيهم، وهو اللي ظهر في اول الفيلم كده بنشوف الطابور. طابور ايوه. في المدرسه. في المدرسه. ها؟ يعني الجو، حسيت الجو انفعالي من الناس الصيادين وطرق طريقه الصيد اللي بيصطادوها. دول بيصطادوا بايدهم، يعني بيمسك السمكه بايده مش بالسناره، ودي طريقه من طرق الصيد، يعني في طرق ثانيه. يعني احساسي ان الناس الغواصين اللي لابسين كده واحنا رايحين لاول مره دخلنا في البحيره في المركب، فشفت الناس من بعيد كده والشمس جايه من وراهم وهم سود. قلت له استنى ودينا هناك في الحته دي. ففعلا كان احساسي بيهم في نوع من الرهبه، ايه دول؟ ده احساس يعني حبيت انقله برضه عن طريق الولد وهم طلعوا له وبتاع وكده. ف يعني كان ظروف التصوير موفقه جدا. الولد اخترته، يعني انا لما رحت اعمل الفيلم ما كانش في حسباني ان الطفل هيبقى هو البطل، انما لحسن الحظ يعني في اول يوم وصلنا فيه نزلنا المعدات والبتاع على الجزيره دي او المراحه دي، وجم العيال كان خارجين من المدرسه 7 8 كده، جم وقفوا يتفرجوا ايه ده، ايه الناس اللي جايه الحته ما حدش بيجيها خالص، لان المراحه دي ما فيش لا مواصلات ولا حتى الميه زي ما شفنا في الفيلم بتجيلهم من بورسعيد بالمراكب، الميه الحلوه اللي بيشربوها. بس لقيت يعني انا عايز انقي ولد كده يعني يبقى في الفيلم، يعني ابن صياد بتاعه. ففعلا اخترت واحد، بس برضه لقيته ايه يعني ينفع ابن ضابط النقطه، ابن مدير مش عارف ايه، يعني مش من اهالي المنطقه. بعد شويه لقيت الولد ده جه من ورا العيال كده وبص بدماغه
شدني فعلا. فعلا يعني بيمثل حلو قوي. حضور السنتين دول والشعر وجاي مش عارف ايه ده، ما اعرفش هو يعني معلوماته يعني محدوده جدا. وبعدين قلت له تعالى انت اسمك ايه؟ قال لي علي. قلت له طيب انت بتبص في الارض ليه؟ مش تبص لي انا ببص لك. كان مكسوف جدا وخايف جدا. قلت له تعرف بتروح المدرسه؟ قال لي اه. طيب بتروح بايه؟ قال لي بالمركب. قلت له تعرف تسوقها؟ قال لي ايوه. قلت له طب وريني. انا شكيت طبعا. الواد اتزحلق كده وجري جري جري وراح حاطط رجله فوق جزء المركب دي تتقلب في ثانيه. يعني هو ده حصل مع مجدي رمزي، كان مساعد المصور. لا افتكر الحكايه سهله، جه عامل الحركه دي راح نازل. فاول ما نط ومسك المدرب وهيطلع قلت له لا تعالى. هو ده كان معايا احمد مضجر بتاع الاضاءه، كان ولد يعني صحصح كده. قلت له تعالى شوف يا احمد، ايه رايك في الولد ده؟ ده رئيس الاضاءه. فبص له كده قال لي ايه؟ ده مخربش. قلت بس هو المخربش ده اللي هينفع هيمشي معانا. فبس يعني دي ظروف تصوير الفيلم. الفيلم اتعمل الحقيقه اثناء التصوير. يعني الفكره لا يعني واقعي بيصور الفيلم ده لا المسلسل دي حاجه قديمه، يعني دي اللي ربطتني بالبيئه دي وبالمكان ده فابتديت اشوف امكانياته. تعرف تعمل كذا يعمل، الاقيه اول ما ينهمك بينسى نفسه. فاخد اللي انا عايزه منه. تعرف تعمل كذا بيعمل، تعرف كذا تعمل. قلت الله ده هو ده موضوع الفيلم. هو الولد ما كانش بيبص للكاميرا خالص. هشوف من خلاله البيئه واشوف الناس واشوفهم عايشين ازاي، بيشربوا ازاي، بيعلموا ولادهم ازاي، كل حاجه. يعني طرق الصيد. يعني انت كنت كاتب سيناريو قبل ما تروح ولا واخد؟ لا هو طبعا بيبقى في سيناريو. يعني اي عمل بيبقى هنا. يعني هو فيلم التسجيل الحقيقه ما فيش فكره السيناريو المسبق. يعني انت وانت بتشتغل تتفاعل مع المكان ومع الناس وكل حاجه بتتغير. يعني مثلا انا يعني جيت صورت الراجل العجوز ده اول يوم وشعره كل شعرايه قد كده، وقلنا له بكره هنكمل. جيت تاني يوم لقيته حاجه. طب هعمل ايه؟ اضطر بقى ادور على حاجه ثانيه واستنى لما دقنه تطول قدر الامكان. يعني في مفاجآت بتحصل وفي شخصيات بتكتشفها تلاقيها قدامك تستحق انك يعني تقترب منها. فيعني السيناريو الكامل في الفيلم التسجيلي ده ملوش وجود، انما هو اثناء العمل رؤيه يعني بيتطور. كذلك بيتطور اثناء مثلا المونتاج. اخراج تاني. يعني اعاده صياغه، اقدم حاجه قبل حاجه، اخر حاجه، مش احذف حاجه يعني اساسا. ازاي بقى مسكت الكاميرا طول الوقت واخرجت في نفس الوقت؟ يعني هو احساس المصور برضه، وانت مدير تصوير كبير يعني الواحد بيبقى شايف ايه اللي عايز يطلع في الكادر وعايز يصطاد. فبتبقى هي دي الرؤيه، ويعني نوع من التفاعل كمان مع الموضوع اللي قدام الواحد والامكانيات اللي موجوده فيه. عملت حاجه رائعه في الفيلم ده، انك يعني هو الفيلم الوثيقه او الفيلم الوثائقي بيرصد حاجه بتحصل. انت قعدت تمثيل الحاجه اللي بتحصل، يعني ما قعدتش